مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. تسيير أنشطة التبرع بالدم في إقليم عنسبة. ارتياح لمشاركة المرأة في التعليم في قال نفحي. دعوة لتضافر الجهود لمكافحة الملاريا في مايمنه. المستشار الألماني شولتز يلتقي شي جين بينغ في بكين. سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة. السلام عليكم ورحمة الله. شفي مريض واحد من كورونا كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,189 شفي منهم 10,086 وتوفي 103. وزارة الصحة 4 من نوفمبر 2022. نظم برنامج للتبرع بالدم في الفترة من 24 وحتى 29 من أكتوبر في مديريات كرن وحمل مهل وعلى برعد في إقليم عنسبة. وقد تم في البرنامج المنظم بتعاون بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين الطوعيين بالدم التبرع ب1000 كيس من الدم. وشكر مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم السيد محاري أرايا كافة المشاركين في برنامج التبرع. وشارك في عملية التبرع الطوعي بالدم طلاب المرحلة الثانوية وكلية حمل مال الزراعية وعمال مؤسسة المواشي والغلال والسكان والجيش وعمال المؤسسات الحكومية والاتحادات والمعلمين. وأكد المتبرعون على العمل مستقبلا لإنجاح البرامج المماثلة. وقال منسق برنامج التبرع بالدم السيد عقبة يوهنس تعزيز تعاون بنك الدم وجمعية المتبرعين الطوعيين فرع إقليم عنسبة ووزارة الصحة. أعلن مكتب التعليم في مديرية قال نفحي في الإقليم الأوسط ارتفاع مشاركة المرأة في التعليم. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ تيدروس أبراهام إن مشاركة المرأة في التعليم تصل ل49% تقريبا، وإن نسبة النجاح بلغت في العموم أكثر من 88% في العام الدراسي الماضي. وقال إن سد نقص المعلمين في المنحدرات الشرقية في المديرية حقق نتائج تعليمية مرضية، مشيدا بمبادرة سكان دعر قولوس لبناء 12 فصلا دراسيا لحل النقص في الفصول الدراسية. عقد في مدينة كرن سمينار يوم 2 من نوفمبر لرفع الوعي بالإعاقة الذهنية في إقليم عنسبة. وهدف السمينار الذي نظمته جمعية الإعاقة الذهنية للتعريف بأن الإعاقة الذهنية مسألة مجتمعية وليست لفرد بعينه. أوضح رئيس الجمعية المقدم برهان بخرزين إن الإعاقة الذهنية هي من أنواع الإعاقات المعقدة، ومن المهم رفع وعي المجتمع لضمان الحصول على الرعاية الجيدة. وقال إن تحديات الإعاقة اعتبارها لعنة وعدم إخراج المعاق من المنزل للحصول على الرعاية الجيدة. وللحد من ذلك تقوم الجمعية بأنشطة موجهة لأولياء الأمور. وأشاد المشاركون بجهود الجمعية مؤكدين المساهمة لتجاوز هذه التحديات. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد تسفازيان جرماي قيام الجمعية بجهود بناءة لرفع الوعي، داعيا لمساهمة الجميع في ذلك. هذا وشارك في السمينار مسؤولو الحكومة والجبهة يتقدمهم حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى وممثلي الوزارات والاتحادات الوطنية ورجال الدين والشركاء. وتعمل جمعية الإعاقة الذهنية تحت إشراف وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ولها ممثلين في 54 مديرية على مستوى البلاد.
دعا مسؤول المركز الصحي في مديرية مايمنه الممرض مولوغيتا جابر يوهانس لتعزيز دور المجتمع للسيطرة على الملاريا. وأوضح لدى لقائه السكان أن أنشطة التوعية المستمرة ورش المبيدات الحشرية خفض من الإصابة بالملاريا، لكنها أخذت تظهر حاليا لعدم استخدام الناموسيات ودفن برك توالد البعوض. وقال إن مايمنه هو منطقة عوبل مناسبة لتكاثر البعوض، ويمكن مكافحة الملاريا بدفن البرك وإصحاح البيئة أسبوعيا واستخدام الناموسيات. وذكر المشاركون إن الآبار غير المغطاة تتسبب في تكاثر البعوض، ويجب العمل لتغطيتها والقيام بأنشطة منتظمة لإصحاح البيئة. ودعا مدير مديرية مايمنة المقدم أبراهام هيلي للدفع بأنشطة إصلاح البيئة لمكافحة الملاريا. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. استقبل الرئيس الصيني شي جينغ بينغ في بكين المستشار الألماني أولاف شولز، أول زعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع يزور الصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا. وقال الرئيس الصيني أن زيارة شولز لبكين تعزز التعاون العملي مع ألمانيا وفق ما نقلت عنه محطة CCTV الحكومية. من جهته أبلغ المستشار الألماني الرئيس الصيني بأنه يرغب في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي مع الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين. وصرح مصدر في الحكومة الألمانية لوكالة فرانس بريس بأن شيء استقبل شولز في قصر الشعب. وتفاقمت حدة هذه المخاوف بعدما وجدت ألمانيا نفسها في وضع صعب جراء اعتمادها على واردات الغاز الروسي، إذ عانت أزمة طاقة بعدما خفضت موسكو الإمدادات على وقع ارتفاع منسوب التوتر جراء حرب أوكرانيا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرك 180 طائرة حربية كورية شمالية في وقت تجري سيول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونغ يانغ. ونفذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع شملت اختبارا فاشلا لصاروخ باليستي الخميس. وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة، أطلقت بيونغ يانغ 3 صواريخ باليستية أخرى قصيرة المدى، واصفة الخطوة بأنها خطيرة جدا وتمثل الخيار الخاطئ. وبعد ساعات أطلق الشطر الشمالي 80 قذيفة مدفعية سقطت في المنطقة العازلة البحرية بحسب ما ذكر جيش سيول. استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارات عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية حسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقعين المستهدفين، وأكدوا أن الموقعين تابعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس. وقال الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت موقعا عسكريا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير إنتاج الصواريخ لمنظمة حماس في قطاع غزة. ولم يتبنى أي فصيل فلسطيني الهجمات بالصواريخ. ويخضع القطاع الذي يسكنه أكثر من 2,000,000 شخص لسيطرة حركة حماس الإسلامية، وتفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ 15 عاما. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار، هذا تذكير بالعناوين. عن سبا ارتياح لمشاركة المرأة في التعليم في فئة التوحيد.
الدعوة لتضافر الجهود لمكافحة الملاريا في ميمنه. المستشار الألماني يلتقي شي جين بينغ في بكين. سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية. الجيش الإسرائيلي يشن غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.